السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله نقترح لكم كيك يومي كيجي خفيف اسفنجي رطب ومذاقه لذيذ بزاف. كيك اللي تعتمدوه ناجح بمقادير اللي هي مضبوطه. كذلك كيجي طالع غير ب3 البيضات. نتمنى فعلا تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. على بركه الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وما تنساوش كيف ديما يعجبكم الفيديو تخليو لي واحد اللايك وواحد التعليق من باب التشجيع، تبارطاجيو لا فيديو مع العائله والاحباب اصدقاء ومواقع التواصل الاجتماعي. ولا عجبكم المحتوى ديال القناه وكنتو اول مره كتشوفوا القناه تعجبكم المحتوى ديالها، ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. بسم الله. غادي ناخذ واحد البول، غادي نوضع فيه 3 الحبات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، واحد الرشيشه ديال الملح. غادي نحتاج كذلك واحد 2 اكياس ديال الفانيلا. غادي نحتاج واحد الكاس الا ربع ديال سكر حبيبات. بالنسبه للسكر يعني كتجي هي هذيك في الحلوه بغيتو ديروا حتى الكاس ديال السكر يمكن لكم. بالنسبه للعبار ديال الكاس راه 160 غرام. غادي نحك واحد القشور ديال الحامضه، غادي نحك غير داك القشره الصفراء. غادي نحكها هنايا ومن بعد غادي نضرب المكونات جيدا حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض وكيبيض اللون ديالو كيرجع. من بعد كنزل السرعه ديال الخلاط الكهربائي وكنضيف كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. عندي واحد العلبه ديال الياغورت بنكهه الفانيلا، كذلك الحليب. بالنسبه للمقادير نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. هنا عندي كاس الا ربع ديال الزيت، عندي كاس ديال الحليب، عندي علبة ديال الياغورت بنكهة الفاني، تقدروا ديروها حتى بنكهة الحامض. صافي هنايا غادي نضيف ديك العلبة ديال الياغورت من وزن 110 غرام. غادي نحبس الطراب وغادي الكهربائي غادي ناخذ غير طراب يدوي. غادي نضيف الدقيق بطبيعة الحال اللي كيكون مغربل من قبل. بالنسبة للدقيق عندكم ما بين 220 غرام حتى 250 غرام، لان غادي نضيف كذلك واحد نصف كاس ديال النشا الذره. هنا ضفت الكاس الاول وعلى حسب حجم البيض لان الحجم كيختلف. يعني هنايا ديروا واحد 200 غرام وكتبقى واحد 50 غرام اضافيه تقدروا تحتاجوها تقدروا ما تحتاجوهاش. صافي هنا زدت ثاني واحد نصف كاس ديال النشا. وفي الاخر غادي نضيفوا واحد 3 المعالق كبار ديال عصير الحامض. بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش عصير الحامض تقدروا تضيفوا غير الخل. في الاخير غتكتفيو فقط بجوج كؤوس ديال الدقيق مع داك النصف كاس ديال النشا. صافي هنايا غادي نزيد النشا. بالنسبه للنشا تقريبا واحد 3 المعالق كبار عامرين. بالنسبه غادي نخلط مزيان بعد ما ضفت النشا كذلك داك النصف كاس ديال الدقيق. يعني في المجموع ضفت 2 كيسان ونص، يعني 250 غرام. تقدروا تضيفوا اقل على حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم وكذلك حجم البيض اللي استعملتو. الا كان صغير راه ما غاديش تدخل لكم 2 كيسان ونصف البنات ديال الدقيق، يعني ردوا البال. صافي هنا ضفت 2 خمارات وغادي نحتاج عصير الحامض بطبيعه الحال واحد نص عصير ديال الحامضه، واحد 3 المعالق كبار وعصير الحامض شويه بشويه حتى كتشوفوا داك الخليط يعني ما بقاش ثقيل بزاف. انا ضفت الاولى الثانيه الثالثه. صافي وكنخلط مع ديك الخميره كميه يعني جوج اكياس عفوا، يعني 16 غرام. صافي والخليط كيكون على هذا الشكل هذا اللي كيكون القوام ديالو خفيف ولكن ماشي اكثر من القياس. صافي كناخذ مول مدهون بالزبده مرشوش بالدقيق كنفرغ فيه الخليط ديال الكيك وكندخلها للفران. الطيب كيكون فران بارد. بالنسبه للفرن غازي فرن كهربائي كتسخنوا على 160 درجه. كتدخلوا الكيك حتى كتنفخ وكتحمر. انا بالنسبه للفرن غازي راه حتى كنجبدها محمره، يعني عاد كنحل عليها حتى كنشم الريحه ديال الكيك عطات بطبيعه الحال. يعني واحد 45 دقيقه عاد تقدروا تفتحوا كتكون مهيله يعني باش كطيب على خاطرها. صافي هنا غادي ندير هذا المول هذا في واحد المقله هكا ثقيله ديال الحرشه او لاطه ديال الفران. وبالنسبه للجوانب الا طاحت شي قطره هكا ديال الخليط من الاحسن مسحوها باش ما تطيبش هي الاولى وتحرق وتعطيكم الريحه ديال الطياب ويسحب لكم الكيك انه طاب وهي كتكون مازاله. تقدروا تحلوا عليها وتضيع لكم الكيكه. صافي هنا غادي ندخلها للفران طيب ومن بعد غادي نخرجها. بالنسبه للفرن كهربائي ديروا 160 درجه. يعني فاش تبغيو ديروا الدقيق شعلوا الفران خلوه يسخن واحد شويه
ودخلوا الكيك حتى كطيب وتحمر. غتخرجوها. هنا البنات دخلتها للفران وخرجتها. هذا هو الشكل ديالها. جات تبارك الله طالعه وجات مشقه وجات خفيفه بزاف. نتمنى تجربوها. كيف ما ديما كتجربوا الكيكات اللي كنشارك معكم، كتجي رطبه وخفيفه ومحمره ومذاقها رائع. كيف كتشوفوا معايا رطبه بزاف واسفنجيه. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للتزيين ديال هذا الكيك، كيبقى تزيين اختياري. تقدروا دهنوها غير بالمربى وديروا لوز ايفيلي اولا جوزلين اللي هو الكوك. انا هنا غادي ندير غير الصلصه هنا ديال عفوا كريمه ديال لوتيس، وغادي ندير حبيبات الفيرميسيل هكا ديال الشكلاط. التزيين تيبقى حسب نتوما شنو عندكم في الدار وشنو بغيتو ديروا لهذا الكيك. تقدروا ديروا لها كذلك صلصه ديال الحامض كتواتى معها بزاف، فايت لي شاركتها معكم. كتواتى مع هذا الكيك هذا. هنا غادي ناخذ انا هاد الكريمه اللوتيس غادي نديرها على الوجه. غادي نزين بحبيبات ديال الفيرميسيل. تقدروا تخليو الكيك غير هكا، كتجي كيكه اللي خفيفه ومذاقها بنين بزاف. المول فدائما نديرو مول اللي يكون ما كيتعداش 24 سنتيم باش هكا الكيكه كتجيكم طالعه، لان استعملنا فيها غير 3 البيضات. صافي انا غادي نزينها. غادي ندير كذلك شعريه الشكلاط بطبيعه الحال. غادي نزين بالشعريه ديال الشكلاط. تقدروا تزينوا بحبيبات الشكلاط اولا الشكلاط هكا تحكوه وديروه على الوجه ديال هذا الكيك. كيف ما تقدروا ديروا غير اللوز ايفيلي اولا كاوكاو كونكاسي اولا الكوك، فحتى هو كيتواتى بزاف مع الكيك ديال الحامض. صافي انا غادي نزينها. غادي نقطع معكم طريف باش تشوفوا الشكل ديال الكيك من الداخل كيفاش كتجي. راه كتجي كيكه رطبه خفيفه واسفنجيه ناجحه 100%. دائما تبعوا غير الطريقه والمقادير. بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا بالنسبه للكيك انها كيخرجوها وكتهبط، كاينين جوج حوايج اللي كيخليو الكيكه تهبط. اما الطحين كيكون قليل، كتضربوه اكثر من القياس. فاش كتضيفوا الدقه كتهبطوا داك البيض، يعني فاش كتدخلوها للفران كتطلع وكتهبط. بالنسبه للكيك كتجي خفيفه رطبه واسفنجيه ومذاقها بنين بزاف. نتمنى فعلا تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اول مره كتشوفوا القناه تعجبكم المحتوى ديالها ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء. رحبوا بمواقع التواصل الاجتماعي. واحد لايك وواحد تعليق من باب التشجيع. خليتكم على خير. نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.